عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا حبايب، عاملين ايه؟ النهارده معانا سلسلة جديدة من السناكات اللي احنا بنحبوها. طبعا بصراحة انا متحمسة جدا لكذا طعم زي جبنة وزي جمبري. وبصراحة احنا عشان رمضان قرب بقى وكل سنة وانتم طيبين، بدأنا بقى تحضيرات لرمضان، وننتظروا بقى مننا فيديوهات كتيرة بقى بمناسبة حاجات رمضان بقى وكده. ان شاء الله بقى نعملوا وصفات بقى وحاجات كتيرة، بس مبلاش نحرقوا المفاجآت بقى. ويلا بينا بقى هندوق الطعم. قبل ما ندوق الطعم، هل انتوا تتوقعوا ان هو هيكون حلو ولا مش حلو؟ وبصراحة ده البديل المصري للشيتوس. ولو تتوقعوا ان هو هيبقى حلو وهيبقى طعمه حلو، اكتبوا لنا في الكومنتات. يلا هندوق ونجرب ونشوف طعمه عامل ازاي. بصراحة هو مناسب جدا للي بيحب الحراق، وبصراحة طعم الليمون بالنسبة لي فيه جدا، وانا هديله تقييم 8 من 10. انا تاني نكهة او تاني منتج نجيب الاول وهي بتاع الدجاج الحار. يا جماعة والله انا خايفة يطلع حراق زي التاني، بس منظر الكيس من جوه انا مش متفائلة. لو دخلت المستشفى بودعولي ان شاء الله. بصراحة طعمه جميل جدا، وفيه نسبة حرقية بسيطة كده، وبصراحة تحسي بطعم مسكر وطعم الفراخ باين جدا. بصراحة هديله تقييم 9 من 10. في سر هقوله لكم بيني وبينكم كده، انا بعد ما اخلص الفيديو ده انا هركنه على جنب باكله انا. كانت نكهة وهي الجمبري. بس انا كنت حاجة يا جماعة، هل تتوقعوا ان هو هيبقى طعم الجمبري ولا هيبقى نكهة كده بسيطة؟ صراحة يا جماعة لونه تحفة جدا. يلا بينا ندوقه. يا جماعة عليه حاسة ان طعمه شطة وليمون مش جمبري. اللي ضاقه وحاسه كده يكتبلي في الكومنتات، بس انا بصراحة هديله تقييم 9 من 10 لان طعم الليمون شطة والليمون واضح فيه. رابع نكهة واخر نكهة ونص الكتاب بتاعنا بطعم الجبنة. يا جماعة بصراحة في التنين كنت هموت من كم الشطة اللي انا اكلتها. هل يا ترى هي دي اللي هتنصفنا في الحلقة ولا هتبقى اي كلام؟ بصراحة شكل الشفاية والريحة حلوة، بس منطقيين قوي. يلا بينا ندوق. بصراحة يا جماعة التوابل عليها كتيرة جدا. بصراحة يا جماعة طعم خطير جدا، وطعم الجبنة فيه أو نكهة الجبنة ظاهرين جدا. بصراحة أنا هديله تقييم 9.5 من 10، بس علشان الكمية فيه مش كبيرة. دول أكتر منتجين عجبوني في الحلقة، وبصراحة أنا ده أكبر تقييم وأكتر بصراحة طعم عجبني. وبصراحة يعني الشركة دي شركة محترمة، وبصراحة بتقدر المنتج جدا. بس رسالة يعني يا ريت تكتروا الكمية شوية، وبالذات طعم الجبنة عشان بصراحة طعمه خطير جدا. ويا ريت بقى اللي عايز يجربهم بسرعة لأن ده حلو جدا، كمان مكانهم في طنطا. تكون خلصت حلقتنا ومنتجاتنا الجديدة، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. وقبل ما نخلص نسينا نقول حاجة، فين المتابع الحلو الجميل الناس يشترك في القناة؟ فكرة انا شايفاكم، بس يا ريت تشتركوا في القناة. في حاجة اي حد عايز يجرب اي منتجات جديدة غريبة اي حاجة، احنا في الخدمة. اكتبوا لنا في الكومنتات، مش هنبخل عليكم اي حاجة. باي باي.